يا ترى عاملين اكل ايه النهارده اقتصادي؟ تعالوا بقى النهارده هنعمل اكله اقتصاديه، بس ايه حرشه وزي العسل كده اهوت، وكمان تدفي في الشتاء وعلى قد الايد. طيب ايه يا نوره بقى بدون تشويق وبدون اطاله في المقدمه. تعالوا النهارده بصوا بقى، فاكرين الجمبري اللي انا قلت لكم؟ جبت جمبري صغير وقشرته والكلام ده. انا النهارده بقى ايه، كنت مفرزاه، طلعت كيسه بقى كده الصبح وانا بودي بنتي المدرسه. فايه علشان على بال ايه ما ابدا في الغدا دي يكون فك خلاص معايا، وفك معايا وبقى اهو. شايفين؟ هو كده جمبري صغير خالص اهو. اهو انا قسمته على طبقين، ده طبق وده طبق. طيب هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل بقى بصوا شويه رز بالجمبري مع شويه ملوخيه بالجمبري، انما ايه تاكلوا صوابعكم وراها. هنعمل ايه بقى؟ ايه المكونات بتاعتنا؟ مكوناتنا بسيطه وسهله. شويه بصل مع شويه توم وبس، اه والله العظيم. ومعانا بس الرز والملوخيه. وتابعوني بقى لحد اخر الفيديو ان شاء الله. بس لو وصلت لحد هنا دوسوا لايك علشان الفيديو ينتشر بقى كده اهوت، وتشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات على طول. ويلا بقى نبدا الفيديو. هقلب لكم الكاميرا، وما تنسوش بقى الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا لازم نبدا يومنا بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان لازم نبدأ يومنا بكوباية شاي أو كوباية قهوة كده، أو كوباية نسكافيه. بصراحة ما كانش عندي لبن، لكن قلت أما إيه، كان نفسي كوباية قهوة فرنساوي، بس قلت خلاص كده هو هكتفي بكوباية شاي. وطبعا قلت أما أعمل كوباية شاي تاني لجوزي. كان حابب يشرب شاي بقى معايا. فهنا بقى إيه، قلت أما أدفي نفسي كده وآخد طاقة قبل ما أبدأ الغداء بتاعنا او الروتين بتاعنا. تعالوا نعمل الاكله الجميله بتاعتي النهارده. بجد يا جماعه يعني بصراحه انا انبهرت بيها. هقول لكم على تكات تخلي طعم الملوخيه معاكم مسكر والقوام بتاعها تقيل. اول حاجه يا جماعه، اكلتنا النهارده بسيطه جدا جدا واقتصاديه على قد الايد، لدرجه ما يعني مش قادره اتوقعها. هنا كميه الجمبري دي كانوا عاملين كيلو، جبتهم ب 80 جنيه. تمام؟ 80 جنيه كده. هاتيهم وهاتي العيله بقى بتاعتك الحلوه دي واجبريهم انهم ايه يفصصوا معاكي الجمبري بتاعك. جبت بقى بصليتين حلوين متقطعين عشان افرمهم في الكبه، وجبت فص الثوم وقشرته، ودقيت التومه بتاعتي وركنتهم على جنب. جبت الحله بقى بتاعتي كده اهوت، والبوتاجاز بتاعي نضيف بسم الله ما شاء الله يفتح النفس على الشغل. وهجيب بقى شويه زيت. الزيت ده مطرح ما انا محمره بطاطس، فقلت ايه استغله في الاكل برضو عادي اهو. هجيب بقى كام معلقه زيت هنا علشان يتقطعوا حلو كده اهوت. وهنزل بقى بالبصله اللي انا فرمتها على الكبه. وجبت برضو حله تانية. يعني بصوا اكلتنا النهارده سهله وبسيطه وسريعه، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي مواعين كتير. هما حلتين فقط لا غير، حله للرز وحله للملوخيه اهو. هنزل بقى بالبصل بتاعي اللي انا فرمته اهو. طبعا البصل يا جماعه غلي، الحقوا بقى هاتوا شويه بصل حلوين كده وخزين عشان رمضان. لو تقدروا بقى يعني تفرزوهم كده اهوت في البلكونه. اعملوا، لان البصل انا سمعت ان في السوق بيقول لك انه هيغلى كتير جدا جدا. يعني الطماطم رخصت اللهم صل على النبي، والبصل هو اللي رفع. يلا الحمد لله. هنا بقى الجمبري ده بصراحة أنا كنت يعني كل ما أكون لاقي نفسي فاضية على مدار اليوم بقعد كده هوت إيه وفصصه. إنما لو فصصتيه وأنت قاعدة كده هوت هتحسي بملل. فأنت بقى جزئي يومك وفصصيه على مدار اليوم برضو علشان ما يعملش ريحة وحشة لا قدر الله. وطبعا تغسليه غسلة نظيفة. والميزة برضو بتاعت الجمبري الصغير ده إنه ما فيهوش حبل الرمل. هنا بقى جبت بقى البصلايتين الكبار اللي انا فرمتهم، حطيت منهم يدوب بس ربعهم في اللهم صل على النبي في حلة الملوخية، وبقيتهم في الحلة التانية اللي انا هعمل فيهم الرز. والطبق الصغير اللي انا وريتكم فيه كمية صغيرة يعني من الجمبري حطيته عشان اعمل عليه الرز. والطبق الكمية الكبيرة دي خليتها على جنب عشان اعمل فيها الملوخية. نزلت هنا جنب الجمبري والبصل بمعلقة من الثوم المهروس، شوحتهم اهو. شايفين؟ لو وصلت لحد هنا بالله عليكم ما تنسوا اللايك عشان الفيديو ينتشر كده اهوت وكله يشوفه، ويمنشن بقى لاصحابك وحبايبك اللي بيحبوا الجمبري الصغير والملوخيه بالجمبري.
شوحت بقى الجمبري والبصل والثوم مع بعض اهو. في الوقت ده طبعا كنت غاسله الرز وسايباه يتصفى، وكنت غاليه الميه. فيا جماعه بصوا اعملوا كذا حاجه وانتوا واقفين، مش شرط تقفي مثلا تستني البصلايه لحد ما تحمر من غير ما تعملي حاجه، مش شرط مثلا تقفي على البوتاجاز تستني الحاجه تستوي، لا بصي خلي ايدك شغاله في كله، وبرده عينك مركزه مع الحاجه عشان ما تشطش ولا تتحرق منك ولا تتلسع لا قدر الله. هنا بقى نزلت يا جماعه بالكميه الجمبري الكتيره، ونزلت بيها هنا على البصله بتاعتي. انا ده قرصت عليها برضو شويه في التحمير علشان انا عايزه طعم البصله يتكرمل شويه معايا اهو. اول ما الجمبري يلمس النار ويلمس الحراره هتلاقيه كده هو اتكش ويخد وضع التسويه، فكده دخل في السوا بتاعه. وعايزه اقول لك الجمبري اصلا من اللحوم اللي ما بتاخدش سوا نهائي. نزلت هنا بمكعب من مرقه الدجاج علشان برضو اطعم الجمبري معايا. هنا بقى هنزل بميه مغليه وسبتها تغلي حلو علشان انا عايزه شوربه يعني دسمه وحلوه كده. هنا بقى نزلت بالرز وشوحته مع البصله والثوم والجمبري اهو. وطبعا غاليه ميه في الوقت دوت، وهنزل طبعا شويه كمون هيبهروا معاكي الرز ويخلوا طعمه حلو وغني قوي. نزلت هنا برضو زيهم بنص معلقه صغيره من الكمون. شايفين الشوربه اللهم بارك ما شاء الله، ولا ضفنا اي حاجه خالص غير اللي انا قلت لكم عليه. هنا بقى هنزل بالميه المغليه على الرز، وجبت بقى الملوخيه بتاعتي مجمده وزي الفل طبعا من شركه محترمه وحلوه. انا بصراحه يا جماعه بستخدم بسمه على طول. بصراحه بحس انها فريش وطعمها حلو ومتفرزه كويس اهو. نزلت بقى بكميه الشوربه هنا برضو ما تكتريش شوربه كتير عشان تعرفي تحددي قوام الملوخيه بتاعك. هنزل بقى اللهم صل على النبي بالويسك بتاعي، هفككها كده من بعضها. وهنا والله يا جماعه انا دمي محروق جامد علشان لون الملوخيه اديكوا شفتوه في الاضاءه كان عامل ازاي. هنا مش عارفه التليفون اول ما بيلمس كده شويه بخار سخنين بحس ان الكاميرا بتبكسل معايا. والمفاجاه يا جماعه ان الاكله بتاعتي خلصت، وتعالوا نشوف التعليق بقى بتاعي. لو اقول لكم اكلتنا النهارده خلصت في قد ايه مش هتصدقوا والله يا جماعه، حرفيا خلصت يعني في خلال نص ساعه هتلاقوها خلصت. بس على شرط تكوني بقى مجهزه بقى الجمبري قبلها، وتكوني مقطفه الملوخيه، وتكوني برضو ايه يعني محضره حاجتك. لكن في العمايل نفسها ما خدتش نص ساعه. تعالوا اوريكم بقى النتيجه. انا نفسي الملوخيه بتاعتي تبان بالخضار اللي هي في الطبيعه، اقسم بالله العظيم. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي. عاوزه اقول لكم شويه ملوخيه بالجمبري لوز لوز يا جماعه، اقسم بالله لوز. تعالوا بقى نفتح على الرز، شويه رز بالجمبري حكايه. انا بجد مبهوره بالاكله النهارده، خاصه كمان عشان انا كنت وعداكم انها تكون اكله اقتصاديه وعلى قد الايد. عايزه اقول لكم كيلو الجمبري كان عامل 80 جنيه، فعملنا بقى ب 80 جنيه اكله يعني تكفي عيله. اتمنى ان شاء الله ان النهارده يعني تكون الاكله خفيفه كده اهوت على قلبكم، وان انا اكون برضو خفيف على قلبكم. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش اللايك. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. وهنا يا حبايبي فعلا الاكله خلصت. عاوزه اقول لكم ما خدتش وقت نهائي والله يا جماعه، يعني يا دوب بس بتقطعي البصله بتفصصي الثوم بس كده هو وقت التسويه تمام. جبت بقى الطاسه بتاعتي وحطيت فيه معلقه كبيره من السمنه البلدي، وجبت بقى معلقه كبيره جدا من الثوم المهروس. ما تستخسريش الثوم، دي ملوخيه يا جماعه وطشه. وبعد كده هحمرها تحميره حلوه كده اهوت، وما تقرصيش على الثوم عشان الثومه معاكي ما تمررش اهو. في الوقت ده طبعا الملوخيه خلاص استوت معايا واتظبطت وبقت زي الفل، والرز برضو استوى بس انا حطاه على نار هاديه بسيط علشان لحد ما كله يتجمع والاكل يبقى بتاعي سخن. نزلت هنا بمعلقه صغيره مليانه من الكزبره الناشفه. وتعالوا بقى نسمع احلى طشه للملوخيه في الجو التلج ده. يلا تعالوا بقى وما تنسوش اللايك. قلبي 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 الصغير لا يتحمل. شايفين هنا يا دوب بس الكاميرا اتعدلت شويه في الاضاءه، بس والله لونها كان اخضر يعني ما شاء الله اهو. شايفين قوامها عامل ازاي؟ قوامها تقيل وزي العسل وفيها عرق وزي الفل. تعالوا بقى نغرف الاكله بتاعتنا
شايفين اكله بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت يعني الصغيرين يعني كانت العيش بالنسبه لهم. الرز والملوخيه ده اي طفل صغير بيحبها، واحنا كمان الكبار. الرز كان مفلفل، كان طعمه ما شاء الله، كانك بصي يعني حاطه فيه كيلو جمبري، مع ان انتوا شفتوا الكميه صغيره ازاي. يا رب تكون الاكله بتاعتي النهارده عجبتكم وفادتكم، و يعني قدرتوا تستفادوا بيها ولو ب1%. زي ما بقول لكم كده، كيلو الرز ب25 جنيه، الكيلو الجمبري اللي انا عملته النهارده كان ب80 جنيه، يعني ب105. كيس الملوخيه المجفف كان ب15 جنيه، يعني ب120 جنيه. النهارده اتغدينا وحمدنا ربنا وشكرنا فضله وفرحنا العيال طبعا. يعني بصوا، مش شرط تاكلوا كل يوم فراخ ولا لحمه، مش شرط تاكلوا اكله وقدرها يعني معديه ال 500 و 600 جنيه. اي نعم فعلا الاكلات بتوصل معانا لكده، بس احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر، وفي نفس الوقت ما نحرمش برضو نفسنا ولا عيالنا من الاكلات اللي زي كده. يعني بصوا، اكل زي كده فعلا مش ناقص جنبها غير شويه مخلل خيار من بتاع الفيديو اللي انا نزلته لكم قبل ويلا كده. نعلق. طبعا جمبري صغير يبقى لازم جنبه شويه ملوخيه خضراء فريش كده. بس سبحان الله والله يا جماعه، بجد الكاميرا ظالمه الدنيا معايا. ان شاء الله كده هقلب لكم الكاميرا وهتشوفوا الملوخيه خضراء ازاي وفريش وطعمها روعه. بجد هتعتمدوا الفيديو ده باذن الله. وطبعا مكملين مع بعض سلسله الاكلات الاقتصاديه اللي على قد الايد، واتمنى ان شاء الله انها فعلا تكون اكل على قد الايد. وتعالوا ندوق بقى الملوخيه الجامده دي مع بعض. ثواني اجيب معلقه بس. شايفين القوام؟ قوامها تقيل وزي الفل. بسم الله. بجد تسلم ايدي. انا مش هتكلم، بس هقول لكم تابعوا الفيديو وامشوا على الخطوات اللي تخلي الملوخيه معاكم تقيله ومش ساقطه معاكم ولا اي حاجه. لا يعني بجد زي ما قال الكتاب. ويلا يا حبايب قلبي، مش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا نبدا الفيديو مع بعض.